عيد أضحى مبارك على كل متابعيني. وبالمناسبة دي حابة أشارك معاكم طريقتنا الاسكندراني في عمل الفتة زي ما كانت جدتي بتحضرها لنا بالظبط. كانت بتجيب أكبر حلة في اسكندرية، كانت مسمياها حلة الخروف اللي هو الأضحية يعني. فبعد تقسيم الأضحية بتاخد هبر اللحمة وتحطها في حلة الخروف اللي هي حطاها على وابور الجاز الكبير، وتفضل تقلب في اللحمة لحد ما تشرب سوائلها وتاخد لون ذهبي. بعد كده بتحط عليها رشة من الفلفل الأسود والحبهان الحصى، وكانت بتبقى مقشرة بصل أو ورمة كتير بكمية كبيرة، وبتحطه في قلب الحلة وبتقلبه مع اللحمة. أما أنا علشان مستخدمة كيلو من اللحمة الشمبري وكيلو من اللحمة الضاني، فاستخدمت بصلة حمراء وبصلة بيضة صغيرين وقطعتهم مكعبات وبرضو أقلبهم مع اللحمة. وكانت بتقول إن الطريقة دي بتخلي اللحمة ما تبقاش زفرة، بتخلي كل قطعة لحمة محتفظة بالطعم الغني للحمة، وكمان طعم الشوربة بيكون ألذ. وكانت لما بتضيف المية بتغطي بيها اللحمة، وبعد كده بتضيف ورق اللورة وتراقب الشوربة لحد ما أول ما تبتدي في الغليان تروقها. بلغتنا احنا يعني بتشيل الريم اللي على سطح الشوربة، وبكده تبقى ضمنت شوربة طعمها لذيذ وما فيهوش زفرة. ولحد ما اللحمة تستوي مفيش خلاص شوائب تظهر على حواف الحلة. كانت بتاخد قطعة من اللحمة تختبرها بعد ما ريحة الشوربة تفحفح والدسم يبقى مغطيها، فبتضيف الفلفل الأسود والملح، فبتغطي الحلة وبتسيبها على النار لمدة 5 دقايق بعد ما تقلبها. وعلى الوابور التاني كانت بتحط حفنة من السمنة البلدي في الحلة تحمر فيها الرز المتنقي والمغسول. كانت بتضيف الشوربة من غير معيار وتوقف المعلقة في الحلة علشان تتأكد ان المعيار مظبوط، وبتغطي الحلة وتحط صاجة تحتها وتهدي النار. وبعد ما يستوي تحط أنجر على النار في حتة محترمة من السمنة، تقلب فيها توم مدقوق بالفلفل الأسود والملح. لما لونه يبتدي يصفر بتضيف ليه الخل، هنا مستخدمة نص كوباية. كده تبقى عملت الشكامبة بتاعة الفتة. في ناس بتقول عليها طشة، الطشة دي للملوخية، أما عندنا احنا كاسكندرانية اسمها شكامبة. بعد كده بتضيف لها رشة فلفل أسود ورشة ملح على سكر، تضيف كمية من الشوربة وبتسيبها لحد ما تغلي علشان الخل يمتزج في الشوربة، وبعد دقيقة بتطفي النار. أما عيش الفتة كانت بتخبزه قبل الوقفة بيوم في الفرن اللي على سطح البيت وبتكسره بالشكل ده. والعيش كان بيبقى معمول بدقيق أسمر، يعني دقيق الحبة الكاملة، اللي بالمناسبة الفتة ما تبقاش فتة من غيره. أما أي نوع تاني لو حمصتوه في الفرن أو حمصتوه بالسمنة مش هيدوكوا نفس الطعم. العيش اللي اتكسر ده بقى كانت بتحطه في صينية زي بتاعة الكبسة كده بالظبط، بترش عليه كمية من الشوربة وبتقلبه كويس لحد ما يختلط كله بالشوربة. لو وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، واللي ما اشتركش يشرفني باشتراكه في القناة، شرفوني كتير. بعد ما غلفت عيش الفتة بالشوربة بتوزع العيش في الصينية بطريقة متساوية. بعد كده بتوزع فوق العيش رشات من الشكامبة اللي بتميز الفتة الاسكندراني. وطبعا انتوا عارفين ان احنا الاسكندرانية ما بنحطوش ابدا طماطم ولا صلصة على الخل وقت ما بنعمل الشكامبة. وبكده يبقى العيش اتشبع بطعم اللحمة من خلال الشوربة اتوزعت عليه يعني، وكمان اتشبع بطعم الخل اللي اترش عليه بتاع الشكامبة. بعد كده كانت بتعمل طبقة من الرز فوق طبقة العيش، وكانت بتحرص دايما ان الطبقة دي ما تكونش سميكة. بعد كده كانت بتوزع طبقة من اللحمة كمية وفيرة يعني، وهي ما كانتش بتحمر اللحمة بتاعة الفتة. وكانت بتقول ان الفطار بالفتة بعد صلاة العيد سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.